السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض صينية اجنحة بالبطاطس. هنعملها بطريقة سهلة وخفيفة من غير دهون، من غير اي نقطة زيت، وهنعمل رز بشعرية وهنعمل سلطة بلدي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا كيلو من الاجنحه. ابتدي ان انا اعمل لها محلول ملح بتاعها عشان يعين الزفاره منها. اكون جايبه ميه فتره من الحنفيه، انزل عليها بمعلقه كبيره سكر، بمعلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من الخل، وابتدي ان انا اقلبهم كويس واسيبها على جنب. ابتدي ان انا اقطع الاجنحه لجزئين بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. المحلول ده احنا بنعمله عشان نعين الزفاره من الاجنحه بالشكل ده. وابتدي احط عليهم ورقتين ورق لوري، واسيبها تتنقع معايا حوالي ساعتين. ابتدي اقطع الخضار بتاعي. معايا 3 بصلات، ابتدي اقطعها بالشكل ده، ابتدي اقطعها حلقات، وابتدي اقطع معايا فلفل، ابتدي ان انا اقطع معايا فلفل احمر واخضر واصفر، ابتدي ان انا اقطعهم بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنخلص الكميه كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نبتدي نقطع الطماطم، ونقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده. عايزه اقول لكم الطريقه دي جميله جدا، سهله وسريعه، متاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان خفيفه في الاكل. نبتدي نقطع بطاطس بالشكل ده، نقطعها رقيق جدا بس نسيب فيها سمك بسيط. بعد كده ابتدي انزل على البصل والطماطم والفلفل، انزل عليهم بورق لوري، انزل عليهم بنص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه بهارات لحمه، وانزل عليهم بنص معلقه بابريكا، نص معلقه كزبره ناشفه، نص مكعب مرق دجاج، ونحط عليهم معلقه كبيره من الملح. وابتدي ان انا انزل عليهم بكوبايه ميه بالشكل دوت، وابتدي ان انا اقلبهم كويس عشان التوابل تخش في قلب الخضار بالشكل ده. وبعد كده ننزل عليهم بالبطاطس، ونبتدي نقلب البطاطس كويس بالخضار اللي احنا قطعناه مع بعض عشان يتبل معانا بالشكل ده. وبعد كده ابتدي انزل عليهم بالاجنحه، ارص الاجنحه عليهم بالشكل ده، ونقلبها كويس مع الخضار ومع البطاطس. سهله وسريعه، ما تاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان خفيفه كمان معانا في الاكل، من غير دهون، من غير زيت، من غير سمنه. نبتدي ان احنا ندخلهم الفرن. اول ما هي تبتدي ان هي تستوي معانا بالشكل ده، اجيب معايا كيس صلصه. بعد كده انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه، ربع معلقه ملح، واقلبها كويس. وبعد كده ابتدي ان انا ادهن وش الاجنحه بتاعتي بالشكل ده. بعد كده ابتدي ان انا ادخلها عندي في الشوايه. اول ما الاجنحه تاخد لون حلو من الشوايه نطلعها ونقدمها بالف هنا وشفا. بجد من الوصفات الخفيفه جدا الجميله جدا في الصيف، جربوها تدعولي. وده شكل البطاطس بالاجنحه بعد ما خرجت من الفرن. شايفين لونها جميل ازاي؟ ودي تكون وصفتنا النهارده. عملنا صينيه بطاطس بالاجنحه سهله وخفيفه، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وطعمها جميل جدا. وعملنا كمان رز بالشعريه، وعملنا سلطه بلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.